لا سيدي علي بكروش لا سيدي علي بكروش انتم تدعوا بالدين وتقول رب العالمين وقلوبكم فارغه من الجمال، ما عندكمش الايمان، ما عندكمش الايمان في قلوبكم. في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا ناس كما انتم، كانوا ناس انتم تدعوا المغرب. روح للمروك، روح للمروك، روح للمروك، ريح في المروك باش تولي عندنا ولا تجي للحدود ونضربك ونقتلك. كاين عليك انت تضربني في الحدود، في الحدود، روح للحدود. هيا روح للحدود، هيا روح تبع المروك ولا نروح للحدود. ذلك اللغط وذلك النباح البلاد. اسمع يخسر. شوف انا نقول لك لا سيدي علي بكروش اذا سمحت. انا شوف انا وطني وقادر هنايا نضحي على جال الوطن. سيدي علي على بكروش بالك البلاطو هذا، سيدي علي بكروش هذا قادر نضحي على جال الوطن ونبين الجزائريين باللي هم الخونه، هم الناس اللي ضد الجزائر. ما تسمعولهمش، هذو خونه، هذو يمشوا مع اجنده خارجيه. هذو الناس بوشكاره يديروا سيدي علي بكروش اذا سمحت. خالصين. سيدي علي بكروش خلينا نختم الحصه اذا سمحت. مواطن اليوم يتساءل هل الجزائر بخير؟ بخير. نعم. تحيا الجزائر. سيد عز الدين جرافة. الجزائر كدولة بخير، الجزائر كمجتمع بخير قبل الصورة وبعد الصورة مثل ما يقول وإلى يوم سيد علي، الدين، ولكنها لن تكون بخير مع أذناب فرنسا في الجزائر، مع كلاب فرنسا في الجزائر. لا أدري إن كان النقاش ساخن أم خرج عن الإطار. السيد عز الدين جرافة برلماني والناشط السياسي، الشكر موصول لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا